كلنا شايفين اللي بيحصل على المستوى الاقتصادي ومش عارفين نتعامل معاه ازاي، وفي تقدر تقول كده في ظل عدم احساس بالامان ومحدش عارف بكره رايح فين، فالناس ما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي في الفلوس اللي معاها. قيمتها عماله بتقل بشكل متسارع زياده عن اللزوم وزياده عن المعدل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه واللي احنا قادرين نتعامل معاه، اللي هو مثلا ما بين 5 ل 10% في السنه. لا، احنا شايفين ارقام كبيره جدا بيحصل ديفالويشن للعمله او ديفالويشن للفلوس اللي معاك، او الفلوس اللي معاك بتفقد قيمتها بكميات كبيره جدا. فبالتالي لازم يكون عندنا حلول مختلفة وطرق مختلفة شوية نتعامل بيها في الفترة اللي جاية، نستغل فلوسنا ونستثمرها بالشكل الصحيح. زمان كان الواحد ممكن يقعد 10 سنين و12 سنة و15 سنة عبال ما بيحس ان في تغير في الاسعار جامد يعني، لكن دلوقتي انت حرفيا ممكن كل شهر بتلاقي في تغير، كل ساعة في بعض الخامات والحاجات، وكل دقيقة ممكن تلاقي في تغير في السعر في التسعير في حاجات كتير جدا. فبناء على الكلام دوت لازم يكون في تصرف صح، والتصرف الصح اللي انا جاي اقول لك النهارده هو ازاي ان انت او ايه الحاجات اللي انت المفروض تستثمر فيها او تحط فيها فلوسك من وجهة نظري الشخصية في سنة 2023. الفلوس يا سيدي لما بتفضل قاعده كده مركونه فهي تعتبر ملهاش لازمه. ليه؟ لان انت لو هي طول ما هي مركونه بتفقد قيمتها، وفقدان قيمه الفلوس مع الوقت بيخليك ان انت في حاله خساره مستمره ما بتتوقفش، لان الفلوس تقدرش تعتبرها ان هي اصل ثابت او اصل حاجه ما بتفقدش قيمتها. يعني انت لو عندك حته ارض فهتيجي كمان 20 سنه تلاقيهم حته ارض، معاك كيلو ذهب هتيجي كمان 10 سنين ب 100 سنه هم نفس كيلو الذهب، ما حصل لهمش حاجه. اما الفلوس فهو تقدر تقول كده هي حاجه ايه، حاجه اعتباريه احنا اتفقنا ان احنا نتعامل بيها، وبالتالي على حسب العرض والطلب وحاجات كتير جدا ومؤشرات كتير جدا بتقول هي قيمتها، هي هتشتري لك كام النهارده، هي هتجيب لك ايه النهارده. فاصبح ان الموضوع دوت مخلي ان انت على طول قاعد على كف عفريت، اللي هو انت مش عارف والله، انت عايز تحس بالامان. مفيش عمله بنسبه 100% امنه، يعني حتى الدولار مش امن، لان اصبح ان العملات كلها ما بقاش ليها غطاء. كان زمان لازم يبقى عشان تطبع فلوس لازم يكون معاك غطاء من الذهب، دلوقتي الدولار بيطبع من غير اي تغطيه، بيسمى بالتغطيه النمو الاقتصادي للدوله. يعني طول ما الدوله بتنمو فاحنا هنطبع فلوس على قد النمو دوت، فبالتالي العملات مش امان. يعني ممكن تكون على المدى القصير قوي لكن على المدى الطويل فهي مش حاجه امنه. طيب ايه اللي احنا نتعامل بيه او ايه اللي احنا نقدر ان احنا نستغله او نشتغل عليه في الجزئيه الاستثماريه، غير ان احنا هنستثمره هو كمان في فرص ان هو يجيب لك عائد؟ لان انت مجرد انك عايز تحافظ على فلوسك دي ممكن تكون اوبشن لشويه ناس. انا يا عم شغال والدنيا تمام وعندي حاجه دايره بس بحافظ على الفلوس اللي معايا، بحافظ على الكاش اللي معايا. طيب واحد لا، واحد هو عايز حاجه تجيب له فلوس، هو عايز فلوس تيجي. انا مش عايز احافظ على فلوسي وخلاص، مش عايز احطها في عمله فبالتالي عشان ابقى احولها احافظ عليها، ولا عايز اشتري ذهب كمان شويه هحوله واحافظ على فلوسي. لا، انا عايز احقق ربحيه، عايز احقق عائد. وبالتالي يا سيدي هقول لك النهارده على اكتر 3 حاجات من وجهه نظري انا شايف ان هم بيحققوا عائد وبنسب امان تقدر تقول مقبوله كويسه لو انت هتشتغل فيها صح. وهو اول حاجه يا سيدي من وجهه نظري هي الاسهم في البورصه. هتقول لي ايه ده يا نهار اسود، ده الاسد الناس بتلطم في البورصه ويقعدوا يصوتوا ويخسروا فلوسهم. بقول لك الاستثمار حاجه والمضاربه شيء تاني. يعني انك تكون مستثمر غير انك تكون مضارب. المضاربة بتعتمد على ان انت بتحقق ربحية نتيجة عملية البيع والشراء وفرق الاسعار ما بين اسهم والتاني، وتبقى شغال في حاجات هاي ريسك، حاجات الريسك فيها عالي. ليه؟ لان انت عايز تحقق ربحية فانت بتدور على الحاجات الريسك فيها عالي. اما لما تيجي تتعامل في الناحية الاستثمارية فانت بتبص للموضوع من ناحية تانية خالص. اولا في اختيارك للحاجة اللي انت تستثمر فيها فانت دايما في حاجات معروفه كده بتبقى عائد بتاعها بسيط لكن مضمونه. زي ايه؟ زي مثلا اكل والشرب، زي اي حاجه فيها مواد خام، يعني مثلا شركه بترول مثلا او حاجات بتروليه، او مثلا شركه بتطلع منتجات بتروكيميكالز، حاجات تقدر تقول ان هي اصل ضخم جدا اتبنى وتصرف فيه هارد كوست او اصول ثابته كبيره. فلما يحصل ان حتى لو الشركه فلست فانت ضامن فلوس جايلك من تسييل الاصول. وكمان يا سيدي هيبقى فيها فرصه كبيره ان شركه تانية او حد تاني يخش يشتريها، لان حاجه ما بتترميش، يعني مش بتترمي في الزباله خلاص سلام عليكم وقفلنا وبعناها وخلاص وصفينا. لا، بس بيبقى في فرصه ان حد تاني يجي يشتريها. اي شركه عندها انفراستراكشر كبيره او بنيه تحتيه كبيره، او عشان خاطر المشروع ده يتعمل محتاج بنيه تحتيه قويه، فهو عاده الكلام دوت ما بيترميش، ولكن واحده بتمشي وتيجي واحده تشتريها مكانها. فبالتالي في فرص كبيره جدا انك
تشتري في انواع الشركات اللي من هذا القبيل، وممكن نبقى نعمل حلقه تانية نتكلم عن انواع الشركات دي بشكل اكتر ويعني وبريسيرش اكتر. لكن هو انت لو عايز تلعبها في البورصه كانفستمنت من الناحيه الامنه، فالبورصه دايما طالعه لفوق، هي دايما ماشيه كده، حتى لو نزلت شويه هتلاقيها طالعه لفوق، حتى لو جه عليها سنتين ثلاثه تحت فهي مكمله فوق، هتلاقي الترند العام بتاعها فوق. طيب الميزه في ايه في انك تتعامل مع البورصه؟ ان الشركات، في شركات كتير بتوزع ارباح، فانت بتحط فلوسك النهارده، الشركه في اخر السنه بيبقى في نسبه توزيع ارباح، فانت الفلوس اللي انت حاططها مش مجرد حاططها وخلاص، لا انت كمان هتاخد عليها عائد، تاخد عليها ريتيرن. بس ما تتسرعش في الحكم على الموضوع دوت، لان الدخول في البورصه محتاج شويه فهم وتركيز، وان هشتغل ازاي وهعمل ايه، مش مجرد برمي نفسي كده وخلاص وخش اشتري ويلا بينا، لا لازم تكون فاهم وعندك شويه وعي، يا اما تكون شغال مع حد او تعرف حد عنده من الوعي ما يكفي ان هو يخليك تعمل الكلام دوت. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه يا سيدي ان انت تشتغل في حاجه اسمها الميوتشوال فاندز. الميوتشوال فاندز دي عباره عن صناديق، ما اعرفش بالعربي هنسميها صناديق استثماريه ولا لا، بس لو انت جيت اتعاملت مع اي بنوك استثماريه او حتى في معظم البنوك هتلاقي في حاجه اسمها ميوتشوال فاند. في مثلا ميوتشوال فاند معروف في مصر اسمه تكافل، ودوت داخل فيه كل البنوك. الميوتشوال فاندز دي ميزتها ان هي بتبقى فيها نسبه امان عاليه، وبيبقى الترند بتاعها كويس، ولكن نسبه النمو بتاعتها مش عاليه. يعني ممكن هتلاقي ان في ميوتشوال فاندز مثلا بتحقق في متوسط 10%. ميوتشوال فاندز دي بتبقى عباره عن مجموعه من الناس كتيره حاطه فلوسها في حزمه استثماريه. الميوتشوال فاند دوت مثلا بيستثمر في مجموعه شركات معينه ببورتفوليوز معينه، مثلا ب 20% حاططهم مثلا في طاقه، 10% حاططهم في اكل وشرب وهكذا، فبيبقى ليها توزيعه معينه، فانت ممكن تختار ميوتشوال فاند تستثمر فيه. والميوتشوال فاندز ميزتها ان هي بتبقى معدل الامان فيها عالي شويه نتيجه لتنوع انواع الاستثمار اللي داخل. الحاجه الاخيره واللي هي الاكثر ضمان واللي هي ممكن تبقى بعيده شويه عن كل الكلام دوت، وهي الريل استيت او العقارات. هتقول لي يا عم طب احنا هنجيب فلوس منين للعقارات؟ انا البورصه هتقول لي ممكن ابدا من 1000 جنيه وامشي واحده واحده، وكل شهر احط لي 1000 جنيه وامشي. اما العقارات دي احنا هنجيب فلوسها منين؟ بص يا سيدي، انت ممكن تعمل شركات انت ومجموعه من الناس، يعني زي ما انت ممكن تلموا من بعض فلوس، انت مثلا تعمل انت ومجموعه مثلا من اصحابك، مجموعه من عيلتك، تعملوا صندوق استثماري على هيئه شركه، تعملوا شركه اموال عادي جدا، كل واحد داخل فيها باسهم. شركه الاموال دي هتكون بتعمل ايه؟ بتشتري عقارات. طيب هتشتري العقارات عشان تعمل فيها ايه؟ تشتري عقارات عشان خاطر تقدر ان هي بعد كده عندها حلين، يا اما تعمل لها فليبنج، يعني مثلا اشتريت شقه اوضبها واظبطها واحنتفها وارجع ابيعها، ودوت لازم واحد لعيب يلعبها شويه عشان خاطر يفهم الشقه او العقار او الفيلا او اللي ينفع اعمل فيها كده واعرف اعمل منها مكسب وايه اللي ما ينفعش. طيب الحل الثاني الاكثر امانا واللونج تيرم شويه، ان انا يا عم اجهزها عشان اجرها، فيبقى عندي حاجه حطيت فيها فلوس النهارده بس هتقعد تطلع تعمل معدل عائد. يا اما في لعبه تانية الطف، انا النهارده لما اشتري شقه مثلا هنقول مثلا بمليون جنيه، الشقه اللي اشتريتها بمليون جنيه دي او اللي احنا اشتريناها بمليون جنيه دي، احنا مثلا ممكن نشتريها بالقسط على فتره زمنيه طويله، لما نيجي نستلمها وبقى معانا فرصه ان احنا نبيعها، لما اجي ابيعها فانا هاخد مثلا مليون جنيه كاش. طبعا ده لو هنفترض ان احنا هنبيعها على طول، انا بتكلم على افتراض نفس القيمه، بس ممكن بعد الاربع سنين ولا الخمس سنين لما تستلم او بعد سنتين على حسب تبقى مثلا بقت بثلاثه او بقت باثنين على حسب السوق، بس هنفترض ان هي قيمه ثابته يعني. فالمليون جنيه اللي انت اكنك بتحوشهم لانك كنت بتدفع اقساط، هتروح رايح وتروح شاري بيها شقتين مكانها بنفس المساحه، فبالتالي الاصل اللي كان عندك رحت محوله لاثنين وترجع تكمل اقساط، وبعد كده الاثنين تقدر تحولهم لاربعه او تحولهم لثلاثه. ولو انت بقى زي ما بقول لك فكره شركه وحقيقه واحنا كلنا بنستثمر او بنضخ في الشركه دي زي فكره الجمعيات كده، بس الجمعيات دي تعمل بالحب اللي بيعملوها يعني، بس لكن انت لما تخش في الجزئيه بتاعت الاستثمار دي او تعملها في هيئه شركه او شركه اسهم او شركه اموال، لو تحط اسهم طبعا شركه اموال يعني مسؤوليه محدوده مش شركه اموال مدرجه في البورصه، فبالتالي انت كل شويه بتضخ استثمارات، والاستثمارات دي كلها ممكن مثلا لو انتوا مثلا كنتوا 5 6 10 يا سيدي، فانت ممكن مثلا بعد 10 سنين او 15 سنه ال10 دول يبقى عندهم مثلا اصول بملايين. ممكن مثلا لو انتوا بداتوا بشقه واحده بعد 10 15 سنه يبقى عندكم مثلا 10 شقق، اللي انت ما كنتش هتقدر تعمله لوحدك وانت واقف لوحدك كده، لما تكتلت وعملت كلاسترنج قدرت تحققه. فبالتالي دي اللعبه اللي انت ممكن تلعبها في الريل استيت. لو تلعبها لوحدك هتبقى صعبه شويه، لكن لما تلعبها مع مجموعه الموضوع ممكن يبقى اسهل وفيه فرص كبيره جدا. والريل استيت معروف ان هو العقارات والحاجات دي ما بتخسرش، والاراضي بس الاراضي ما بقاش فيها فرص زي زمان، بس يعني الحاجات دي ما بتخسرش او ما بتنزلش. فبالتالي يا سيدي دي اللي انا رايي ان انت الحاجات اللي لو انت عايز تبدا تخش في مجالات الاستثمار في السنه 2023 انا من رايي دي اهم حاجات تبدا تركز عليها. وزي ما بقول لك الحاجات دي مش هتجيب لك فلوس دلوقتي حالا، يعني مش النهارده، لكن انت هتعرف
تتعامل مع الظروف اللي جايه. وبرده خد بالك ان انت ما تخشش في حاجه واحده بس وتسيب الباقي، لا انت حاول توزع او تعدد من الاستثمارات بتاعتك، يعني ما تخش في دي بس لوحدها وخلاص، لا حاول تنوع وتوزع. واتمنى ان انا اكون وضحت لك الموضوع بشكل كويس. ولو حابب ان انا اتكلم في حاجه اكتر من الحاجات دي او عندك مقترحات او حاجه، يا ريت تبعت لي في الكومنتس، ممكن نتكلم فيها اكتر باستفاضه، وان شاء الله ممكن مع الوقت يعني قدام نبدا نعمل فيديوهات اكتر عنها ونتعلم اكتر في القصه دي. واشوفك على خير ان شاء الله كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 بتوقيت مصر مع تعلم معنا على الساعه.